ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل الفطير المشلتت الفلاحي باسهل واجمل طريقه. هنعمل فطير مشلتت فلاحي رهيب، حتى لو اول مره ما تعمليه هيطلع معاكي رهيب. شايفين ما شاء الله الفطير بتاعنا مورق وطري وخطير. النهارده هنعمل فرن بوتاجاز وهوريكي سر التسويه بتاعته وازاي يطلع كده لونه جميل كده ومستوي وينفخ معاكي كده. يلا كده نصلي ونسلم على الرسول وندخل في الوصفه بتاعتنا على طول. في طبق كبير زي ما احنا شايفين هنضيف كوبايتين من المية، معلقة من السكر ونص معلقة من الملح، ونبدأ ندوبهم زي ما احنا شايفين. هنضيف هنا كيلو من الدقيق ونبدأ نعجن فيه. كيلو الدقيق بياخد معانا 3 كوبايات مية، ممكن اكتر وممكن اقل. انا ضفت كوبايتين في الاول، وهبدأ اضيف الكوباية التالتة تدريجيا زي ما احنا شايفين. ببدأ اعجن فيها زي ما احنا شايفين لمدة لا تقل عن 10 دقايق، 15 دقيقة او 20 دقيقة. كل ما نعجن اكتر كل ما هناخد فطير طري ومورق اكتر. كل ما نخدم في العجين اكتر كل ما تدينا نتيجة احسن زي ما احنا شايفين. انا هنا بعد ببدا اعجن في العجينه بتاعتي زي ما احنا شايفين، وبضيف كوبايه الميه تدريجيا. طبعا كوبايه الميه دي ممكن تزيد او تقل على حسب نوع الدقيق بتاعي، بس ضروري الدقيق بتاعك يكون نوعه كويس. ممكن نستخدم الاهرامات، او المهم يكون دقيق بتاع مخبوزات، او دقيق القمح بتاعنا بس ما يكونش بيسيح اللي هو البيتي. زي ما احنا شايفين ببدأ اعجن في العجينة بتاعتي زي ما احنا شايفين واخدمها كويس. ما احنا اتفقنا كل ما هنعجن اكتر كل ما هناخد نتيجة احسن. ببدأ كده احط ايدي في المية كده وابدأ اعجن فيها زي ما احنا شايفين. انا العجينة بتاعتي كيلو دقيق خد معايا 3 كوبايات من المية. شايفين العجينة بتاعتنا نعمت كده وطرية ورهيبة. العجينة بتاعتنا هنا ما فيهاش خميرة، يعني مش بتخمر. ببدأ المها كده واريحها لمدة 10 دقايق. هنا غلطيتها واسيبها ترتاح 10 دقايق. هبدأ كده ارش رش الدقيق واقسم الكيلو الدقيق الى كورتين بتاع معايا، وابدأ اسيبهم كده يرتاحوا برضو 10 دقايق. هنا كده بقطعهم زي ما احنا شايفين الى كورتين، وابدأ هنا كده ارش رش الدقيق واسيبهم على صينية كده يرتاحوا. هنا كده غطيتهم بكيس تلاجة او كيس بلاستيك، وابدأ اغطيهم كده واسيبهم 10 دقايق يرتاحوا. باخد كده هنا بعد 10 دقايق اول ما ارتاحوا باخد اول كورة كده واقطعها الى كور صغيرة. ممكن نقطعها الى 5 كور، 6 كور، 7 كور زي